هالو فاق وأحمد بشار. هالو فاق وأحمد بشار يتقدم ويسجل هدف ثاني. جول، هدف ثاني لأربيل. هالو فاق، هالو فاق يسجل هدف ثاني لأربيل في مرمى دهوك. هدف ثاني لأربيل أمام فرحة جماهير أربيل، والهدف الثاني. وهالو فاق سيتلقى بطاقة صفراء، أيضا سينال حصة من البطاقات الصفراء هالو فاق لخلع الفانلة، لذلك حكم المباراة يطالب هالو فاق العودة إلى الملعب. إذن هالو فاق ويرفع قميص لجماهير أربيل بفرحة تسجيل هدف ثاني لأربيل في مرمى دهوك، لتكون النتيجة الآن 2 أربيل، هدف لدهوك. 2-1 أصبحت النتيجة الآن. 2-1 أصبحت النتيجة الآن. لاحظ الإعادة، وهالو فاق وضعها على يسار حارس المرمى. الأولى كانت ركلة الجزاء الأولى عن طريق مصطفى قابيل على اليمين، والحارس على اليسار. هذه المرة الحارس يقف متفرجا لتسديدة اللاعب هالو فاق اللي وضعها في المرمى، ليعلن عن تقدم فريق أربيل على حساب دهوك ب2 مقابل 1.